أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية. ماذا يحدث في كرة القدم وماذا يحدث في مباراة السعودية واليمن؟ اليمن يضرب لنا أروع الأمثلة أن ما في شيء اسمه صغير في عالم كرة القدم. نعم. كرة القدم كرة لا منطق، ولكن تعطي من يعطيها. المنتخب اليمني وحتى الهدف الثاني سوى كل شيء في أرض المباراة، ولكن بعد الهدف الثاني المنتخب السعودي أو لاعبين السعودية استشعروا بالمسؤولية وحسوا فعلا بالخطر، وكانهم استدركوا وإحنا في وين جاء علينا جولين. فبدأ السعودي يحاول أن يرجع للمباراة واستطاعوا أن يسجلون هدف، وانتهى الشوط الأول 1-2 لصالح المنتخب اليمني. مايد، شوط حقيقة جميل ومثير جدا، وإثارته في الهدفين المبكرين للفريق اليمني في أول نصف ساعة من الشوط الأول. سجلوا هدفين، سواء عن هارون الزبيدي، اللعبة حقيقة لعبة عكسية جميلة واستقبال جيد برأسية، وفيها من المهارة هذا أيضا من الكور الطويلة المباشرة. أيضا في خطأ من المدافعين، خاصة البليهي رجعها بالخطأ، يستغلها أفضل استغلال، تحسب للفريق اليمني رغم الخطأ، لكن الحس اللي عند اللاعب والتوقع ومتابعة الكرة ووضعها في المرمى أيضا تحسب للفريق اليمني. الفريق السعودي اللي بيقول الفريق السعودي ما ضغط اصلا ايضا بعد الهدف، هو ضغط من اول مباراه، يعني مستلم المباراه من اول دقيقه في المباراه هو مستلم، لكن الكرتين اللي مرتد لهم الان حصل في نصف ساعه مرتدات ثنتين سجلهم. نقول برافو حقيقه لليمن. الان السؤال اللي يطرح نفسه، هل الفريق السعودي يقدر يرجع للمباراه او ما يقدر يرجع؟ هل الفريق اليمني يقدر يحافظ او يقدر يسجل يعزز؟ الفريق اليمني الان عليه انذارات، فينتبه من الطرد، ينتبه من ركلات الجزاء. الفريق اليمني حقيقة نجاح كبير، الآن يعتمد على استمراريته في الشوط الثاني. الفريق السعودي واضح أنه مستعجل، تسديدات ما لها داعي، من سالم مرتين يسدد، أكثر من لاعب الغامدي اللي هو الغنام يسدد، في استعجال في التسجيل. وأعتقد الوقت لصالح اليمن أكثر من صالح السعودية. خالد سمان. شوط مثالي طبعا. المنتخب اليمن اعتمد دائما على الروح القتاليه والتنظيم الدفاعي بشكل جيد، والانتقال من الدفاع الى الهجوم في اقل الكور للوصول الى مباغته مدافع السعودي. الهدف اللي سجله الاول يبين لك الاصرار والرغبه الموجوده بالنسبه للمنتخب اليمني، والحماس من وضع الطيران، من الحركه اللي تم تسجيل الهدف، تبين لك الروح القتاليه الموجوده عند اللاعب اليمني والاصرار الموجود بالنسبه له. الهدف الثاني هناك طبعا حديث كبير دائما ما يقال ما بين العمق الدفاعي الموجود بالنسبه للمنتخب السعودي، دائما ما تكون هناك الاخطاء الموجوده اللي غير متوقعه ما بين كباتن كبار التكلم، ما بين بليهي وحسان. هاي الاخطاء ليست من هذه المباراه، حتى من المباراه السابقه كذلك كانت هناك الاخطاء من العمق الدفاعي الموجود. نعم. بالنسبه للمنتخب السعودي. شكرا. المنتخب الياباني جدا جيد، والمنتخب السعودي الان سيعود الشوط. اساس بس باقي 3 دقائق على الشوط. محمد. خالد، بكل تاكيد كره القدم الاهداف ممكن تحضر في اي لحظه من اللحظات، لكن لما تشوف الان حال المنتخب السعودي لما بدا، أنا كنت متوقع أنه بيكون هناك ردة فعل موجودة من خلال خسارة البحرين، فبالتالي بيكون عنده مبادرة وحذر واحترام أيضا للفريق اللي يلعب أمامه. التراخي حقيقة كان واضح من كيفية تسجيل الأهداف. تكلم هدف من حارس المرمى، اللمسة الثانية في مرمى المنتخب السعودي. تتكلم عن الكرة، الهدف الأول كرة لاعبين رايحين على الظهير سلطان الغنام، ما في أي مساندة، وبالتالي اثنين فعلا استطاعوا فعلا يستثمرون المساحه ويمثل كره عرضيه ويسجل هدف بدون تغطيه دفاعيه. تشعر كذا في شرود ذهني، ما في تحضير نفسي للمنتخب السعودي. متى استشعر المنتخب السعودي؟ بعد تسجيل الهدف الثاني، او تحديدا بدا من قبل الدقيقه 30. بعد 27 بدا المنتخب يحاول قدر المستطاع، واللي فعل هذا الجانب هو التفاعل الحقيقه الايجابي من محمد كنو. نعم. وجوده دائما بالزيادات العدديه، استثمار قرب المساحه والتسديد، أيضا مشاركته في الكور العرضية. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الحضور موجود عند كل اللاعبين، لكن ما زالت المباراة في الملعب. عندنا شوط ثاني بإذن الله تعالى. المنتخب السعودي سجل هدف وقادر فعلا أن يعزز أيضا من خلال الإمكانيات الموجودة، لكن مثل ما ذكرنا ما قبل المباراة هذه، أنه يجب أن نتعامل مع كرة القدم ككرة قدم تعتمد على الرغبة والشغف وأيضا الشراسة. نعم. الفنيات نحتاجها متى ما سيطرنا، فاتمنى ان شاء الله نرجع من خلال مجريات الشوط الثاني.
شوط نموذجي بالنسبة للمنتخب اليمني بكل تفاصيله بصراحة. هدفين جميلين. المباراة هذه صلح الأخطاء السابقة في المباراة السابقة، وكان في جراءة نوعا ما من اللاعبين، ووصلوا إلى منطقة المنتخب السعودي. أول ركنية نحصل عليها في البطولة أحرز منها الهدف التقدم أمام المنتخب السعودي. الفرص التي كانت أمام المنتخب العراقي لم نستغلها. اليوم كان في